افريقيا التعادل ايجابي هدف لمثله، ولكن اعتقد ان هناك عديد من الايجابيات وامور اشياء اخرى اللي غادي يتم تصحيحها فيعني مستقبلا حتى انه المنتخب المغربي يظهر بوجه افضل ان شاء الله بكاس افريقيا. اول حاجه بغيت نقول برافو للدراري، ماتش اللي ماشي سهل مع الجمهور على برا بحال هما هاد لي ماتش في لافريك. لا بروميير ميتون ما عجبتنيش، ما داروش اللي كنا باغي. بالحق غنتعلموا مزيان بهذا الماتش، جينا باش نتعلموا اليوم، ما كنسالوش التعادل الصراحه، ما درناش اللي كان خصنا نديرو باش نجيبوا التعادل. بالحق في الاخر هما هادو الفراق كبارين بوالو نقدروا نجيو، ولا كانوا شي فراق اخرين من لافريك كانوا يديروا ديك التعادل غنقولوا عارفين كيفاش يلعبوا في لافريك. غنتعلموا بزاف بهذا الماتش اليوم، جينا باش نتعلموا من هذا الماتش باش نكونوا موجودين في لي ماتش ديال لافريك. اللي تابع المباراه كيشوف ان ما كانش مباراه وديه، لانه كان هناك قراءات التكتيكيه، تابعنا تنافس كبير في وسط الميدان. المنتخب الايفواري اكيد باللاعبين بالنجوم وكذلك في هذه الاجواء. فشنو هي الامور اللي كتبان لك وليد الركراكي اللي هي مهمه واللي غادي تساعدنا ان شاء الله بكاس افريقيا المقبله؟ لا اللي مهم هي لي زوكازيون اللي عندهم حنا اللي حطينا لهم. درنا بزاف دو ديشي تكنيك سورتو بروميير ميتون، وفي هذا المستوى اما كاس افريقيا اما اي كره ماتش ديال الكره، هذا لو ديشي تكنيك اللي كان عندنا في بروميير ميتون ما يقدرش يطرا، ما يقدرش نحطوا الكواري الادفيرسير يمشيو بلي كونتر اتاك ويكونوا عندهم هاد لي زوكازيون سهله. بالعكس هادشي اللي غيتعلموا لافريك. انا كنقولها وكنعاودها، اللي فيهم فهمات صعب لهم غنلعبوا الكره ديال البرازيل في لافريك ما كايناش. خصك تكون وقاف، خصك تكون تري فور مونتالمون وفيزيكمون. وشفتي في دوزيام ميتون ملي كنا واقفين واخا غاسلين استنينا الوقت ديالنا جا الوقت ديالنا باش نتعادلوا وباش نمشيو للماركو الثاني. هي هذه لافريك، على هادشي كنقول لك غنتعلموا، وهاد الدراري الصغارين حتى هما غيتعلموا. شحال ما لعبوش في لافريك هاد الماتش غيكون مهم لينا. غنواجهوا منتخب ليبيريا، يمكن نشوفوا لاعبين اخرين امام منتخب ليبيريا. غنشوفوا شي لاعبين اخرين ان شاء الله. شكرا وليد الركراكي، واكيد كما ذكر وليد الركراكي زميل عماد بان مباراه هي مهمه. Il va organiser la compétition. Voilà, l'important c'est d'être prêt au mois de janvier. Ça nous a montré aussi à quoi s'attendre. Il y avait des joueurs c'était leur premier match en Afrique aussi, donc c'est bien d'avoir fait ce test face à la Côte d'Ivoire. Mais voilà, je pense que on fait un bon match nul, mais on peut avoir des regrets parce que dans certains domaines on n'a pas été forcément performant. Donc, mais c'est bien, on n'a pas perdu, donc ça montre que même quand on est des points un peu moins bien, on arrive à avoir l'expérience nécessaire pour pas perdre les matchs. مقابلة ضد واحد الفريق اللي قوي منظم عنده لاعبين في مستوى كبير. الحمد لله الدراري تعاملوا مزيان. بروميير ميطون تعذبنا شويه، ما دخلناش في الماتش كما بغينا. دوزيام ميطون كنا احسن، تعاملنا مزيان مع الماتش، وكنظن المقابله ايجابيه بالنسبه لنا للاستعدادات لكاس افريقيا. الايفواري كره وصلت ليها للرهب وخطيره خطيره خطيره خطيره، والهدف خطيره، والهدف سيباستيان هالر يتمكن من وضع الكره في الشباك. هدف اول، فرحه كبيره للجماهير الايفواريه. قلت بان سيباستيان هالر لاعب خطير كيتمكن من وضع الكره في الشباك، وهدف اول لفائده المنتخب الايفواري. هدف كيجي في الوقت بدل الضائع، كنقول في الثواني الاخيره. اذا المنتخب الايفواري ينجح في الوصول لشباك الحارس ياسين بونو، نتمنى منه الهدف ما ياثرش على نفسيه اللاعبين المنتخب الوطني المغربي. انتبهوا هذا المرتد الهجومي، لاحظوا الانطلاقه ديال سيباستيان هالر اللي تمكن منه رفع الكره بذكاء ووضع الكره في شباك لاعب فريق بروسيا دورتموند الالماني. اذا النتيجه تغييرات لفائده المنتخب الايفواري. لاحظوا التحركات ديال سيباستيان يضع الكره في الشباك. هدف اول لفائده المنتخب الايفواري. اذا امامنا سيباستيان هالر اللي كيتمكن من تسجيل الهدف الاول لفائده المنتخب الايفواري. فرحه كبيره لفائده المنتخب الوطني المغربي. هذه فرصه بلال الخنوس، غادي يعمل بلال الخنوس، تمريره البحث على ايوب الكعبي، فرصه والهدف
هدف التعادل، هدف التعادل لفائدة المنتخب الوطني المغربي. هداف الدوري اليوناني أيوب الكعبي يضع الكرة في الشباك. أول لمسة للقناص للهداف يضعها في مرمى يحيى فوفانا. فرحة كبيرة الجماهير المغربية واللاعبين ديال المنتخب الوطني المغربي. تحدثت على أيوب الكعبي هداف الدوري اليوناني 5 ديال الأهداف، متألق حاليا مع أولمبياكوس، وكان ساهم في فوز ديال فريق أولمبياكوس في العديد من المباريات. يتمكن من توقيع هدف التعادل في اول عوده له لصفوف وللمنتخب الوطني المغربي. لاحظوا وصلت الكره، كان هناك خطا على مستوى الدفاع. ايوب الكعبي كرات بهذا الشكل، هذوما القناصين، هذوما الهدافين اللي يمكن نقول بانه في اقل فرص بامكانه يضع الكره في الشباك. اذا ايوب الكعبي يعيد عقارب المباراه لنقطه البدايه. هدف ليميتي بين المنتخبين. ايوب الكعبي كيتمكن من وضع الكرة في الشباك، شباك الحارس يحيى فوفانا. فرحة كبيرة لأيوب الكعبي صراحة، لاعب الذي يشتغل ويجد ويحاول يقدم كل ما عنده حتى أنه يكون رفقة المنتخب الوطني المغربي بنهائية كأس أفريقيا. أعلنت صحيفة توتو سبورت الإيطالية أسماء المرشحين لجائزة الفتى الذهبي لعام 2023، والتي ضمت 25 لاعبا من الدوريات الأوروبية، وتقدم الجائزة كل عام لأفضل لاعب تحت سن 21 عاما. وشهدت القائمة استبعاد جافي نجم وسط برشلونة الذي فاز بالجائزة عن عام 2022، بينما ضمت الموهبة المغربية الواعدة بلال الخنوس صاحب 19 عاما. وذكرت الصحيفة أن القائمة شملت 20 لاعبا تم اختيارهم مع شركة فوتبول بنشمارك المختصة بالبيانات والتحليلات، بالإضافة إلى 5 لاعبين تمت إضافتهم من قبل طاقم تحرير الصحيفة. ومن المقرر أن يصوت 50 صحفيا من جميع أنحاء أوروبا على أن يتم إعلان الفائز وتسليمه الجائزة في 4 ديسمبر كانون الأول المقبل بمدينة تورينو. وفيما يلي القائمة كاملة: جود بيلينغهام ريال مدريد، جمال موسيالا بايرن ميونخ، تشافي سيمونز لايبزيغ، أنطونيو سيلفا بنفيكا، أليخاندرو بدي برشلونة، فلوريان فيرتس باير ليفركوزن، بنجامين سيسكو لايبزيغ، سكالفيني أتلانتا، راسموس هويلوند مانشستر يونايتد، ليفي كولويل تشيلسي، جوهان باكايوكو ايندهوفن، ميلوس كيركيز بورنموث، آرثر فيرميرن رويال أنتويرب، إيفان فيرجسون برايتون، لوكاس غورنا دواث سالزبورج، وارن زائير إمري باريس سان جيرمان، عثمان ديوماندي سبورتينغ لشبونة، أرناو مارتينيز جيرونا، ماتياس تيل بايرن ميونخ، أندي ضيوف لانس. وجاء الخماسي الأخير كالتالي: أردا جولر ريال مدريد، بلال الخنوس جينك، مارتن باتورينا دينامو زاغرب، جواو نيفيز بنفيكا، لامين يامال برشلونة،